واحد عزمني على الغداء اكتر من مره، وكل مره يدفع الشيء الفلاني في مطاعم وفنادق عمري ما دخلتها ولا هدخلها. ما عزموش مره في بيتي على الغداء واحط في عيني حصوه ملح. انا بقول يعني ما يصحش واحد غريب يدخل بيتنا وانت ما تعرفوش كويس. مين قال لك بس ان انا ما اعرفوش كويس؟ شوفي، انا رحت شركه الاستيراد والتصدير بتاعته، ورحت بيته، وعرفني كمان على اعز اصحابه. الله، ده انت تعرفه بقى من مده؟ لا، من مده قليله. هو لحقت في المده دي تعرف عنه كل حاجه وتثق فيه؟ يا سلام، وما ثقش فيه ليه؟ جاري وراجل شهم وكريم كرم ملهوش حدود. لكن انت بقى اللي اتعرفت بيه ولا هو اللي اتعرف بيك؟ ما تفرقش. يعني عرفته بعد ازاي؟ ابدا، اتقابلنا صدفه في محطه البنزين اللي في اخر الشارع. حضرني وانا بتخانق مع العامل اللي كان بيحط بنزين في عربيتي وعايز يسرقني في علامتين. علامتين؟ والله يعني شوفي، علامتين وعايزني ادفع ثمنهم. ملهوش حق. المهم حصل ايه بعد كده؟ فجأة يا ستي لقيت واحد ماسك العامل ده ونازل فيه تهزيق، وخلاه يفول العربية على حسابه. والله على حسابه، يعني هو اللي دفع كل حاجة. أول ما عرف إن أنا حطيت 5 لتر بس في التانك. وأنت وافقت يحط لك بنزين من جيبه؟ يا سلام، طب وارفض ليه؟ حركة شهامة وجدعنة أرفضها؟ ترفض لأنك ما تعرفوش، وما يصحش واحد غريب يتصدق عليك من جيبه. يا سلام، أهو ده يا أختي اللي أنت فاهمة، تصدق واحد غريب يتصدق عليك من جيبه؟ فيها إيه يعني؟ الراجل بقى صاحبي، بقى حبيبي، بقينا زي السمنة على العسل. طبعا لازم تبقوا زي السمنة على العسل، لأنك طول عمرك تموت في أبو بلاش.